انتوا تاني، امام وجراديشار تاني. انتوا جراديشار، انت خليتني اطلع وانا عندي برد، شايف صوتي عامل ازاي، واطلع واتكلم. اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده. النادي الاهلي يفوز على بتروجيت بهدفين مقابل هدف ويعتلي صداره الدوري من جديد، طبعا في انتظار مباراه بيراميدز غدا باذن الله. النادي الاهلي يا جماعه، انا هتكلم النهارده على المباراه وهتكلم عن الصفقات تاني. حد يقول لي مش انت اتكلمتي قبل كده؟ لا، انا هكلمك تاني في جزئيه الصفقات دي، وان النادي الاهلي ما سكتش ابدا على الاداء اللي حصل ودعم صفوفه بشكل كبير جدا. ده كده ولسه مش باقي الصفقات معانا. النادي الاهلي دايما تحسه زي مصر كده، كله باصص عليه، كله بيحاول ينسب اي حاجه عنده ليه، كل شويه يحاول ان هو ياخد مكانه، ان هو يحاول يحسس الناس ان هو لا خلاص مش فهمته. ولكن ان عدتم عدنا، ودايما النادي الاهلي ودايما مصر بيثبتوا ان هم دايما على الموعد، وايا كان فمرحب بالعداوات ومرحب بالحروب، لان الاثنين دايما جاهزين على اعلى مستوى. ولكن النهارده اللي هنتكلم على المباراه، النهارده امام عاشور اللي بيجي في الدقيقه 15 بيسجل هدف. يا امام، ايمن الكشف قاعد يقول لك امام عاشور اشطر شطور، بس انا مش لايقه عليه اشطر شطور. تحس اشطر شطور دي حاجه كيوت قوي، مش لايقه على اللي بيعمله امام بيعتلي صداره هدافين الدوري ب7 اهداف وبيقدم اداء. ولكن يا جماعه لسه ما جابش ربع مستواه مع الزمالك، عذرا بقى معلش. طبعا الجمله الشهيره اللي كله لازم يقولها على امام عاشور عشان يحسسك دايما ان هو مش في المود، ولكن امام برضو ثابت على مستواه. ونشكر كابتن دونجا اللي قال له ركز في الملعب يا امام، عشان احنا لعيبه الكوره. ما شاء الله امام ركز فعلا في الملعب، بقى دلوقتي افضل لاعب في افريقيا. والناحيه الثانيه اللي قال النصيحه يعني ما بياخدش بيها ابدا، وطبعا كلنا شايفين حالته دلوقتي. ولكن بعيدا عن هدف امام، النادي الاهلي النهارده كان بيلعب تيكي تاكا رائعه. بيلعبها مع مين؟ ده مع بتروجيت اللي في المركز السابع السنه دي في الدوري، ومقدمين اداء رائع وفرقه جامده جدا السنه دي. حتى هي نزلت حاولت ان تبقى ند بند مع النادي الاهلي، ولكن لاعبين النادي الاهلي استغلوا ده بشكل رائع. النهارده التمريرات كانت سلسه ما بين اللاعبين، كان في روتيشن ما بين الخط الهجومي للنادي الاهلي. انت كل شويه تلاقي امام في القلب، تلاقي امام على الطرف في الشمال، تلاقيه اوقات على اليمين، تلاقي امام منتشر في كل حته. طبعا النهارده بعيد تاني استعجابي من محمد مجدي قفشه من المباراه اللي فاتت، ما كانش متواجد، ومع ان كان ممكن يبقى ليه دور بشكل كبير. النهارده قفشه مش متواجد وبيقضي وقت طويل جدا من المباراه. كنت شايف المفروض ان هو يبقى من اول التبديلات اللي يلجا لها كولر، ان هو يطلع محمد مجدي قفشه. تلاقي كريم الدبيس بيكمل تالقه في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي، النهارده بيقدم اداء رائع عشان كولر يتعامل معاه زي علي معلول اللي هنتكلم عليه. لان كريم الدبيس النهارده تلاقيه لا كولر مطلعه. ترجع كده الايام موسيماني لما كنا بنلعب 3-4-3، وكان دايما يستغل موسيماني حته ان معلول اللي عنده نزعه هجوميه قويه وهي دي معظم قوته، فكان يطيره قدام، كان بيعمل زياده هجوميه قويه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. ده اللي عمله كولر النهارده، هو بيلعب 3-4-3 ومطير كريم الدبيس اللي بيأدي اداء رائع باذن الله. انا اتمنى ان هو يكمل على الاداء ده. طبعا انا طلعت من يومين ودعت لكم، قلت لكم يا رب معالي معلول يتم قيده ويكمل مع النادي الاهلي، عشان تاني يوم شايفين يا جماعه الدعوه مستجابه. اعترفوا في الكومنتات. طبعا علي معلول تاني يوم مع كابتن احمد شوبير في قناه النادي الاهلي بيعلن استكمال مشواره مع النادي الاهلي وقيده رسميا، ولكن كلنا واثقين في علي معلول. وطبعا كابتن احمد شوبير اعلن النادي الاهلي ميركاتو بالنسبه له خلاص انتهى، وان دي كانت الصفقات اللي انهاها النادي الاهلي. وصراحه نشكر كابتن محمود الخطيب على الصفقات اللي انهاها دي، لانها فعلا صفقات قويه جدا، وكان ميركاتو قوي من النادي الاهلي، وكمان الصفقات دي اتعملت في وقت قصير. ولكن نكمل على المباراه، ودخلنا الشوط الثاني بعد طبعا ما اهدرنا السيل من الفرص. انا كنت قاعده مش مصدقه وبتضايق جدا لما النادي الاهلي بيقعد يضيع فرص، لان ده في الاخر بنسبه كبيره بيبقى بيقلب عليه. ولكن الحمد لله النهارده سطرها، ولكن اهدرنا فرص كتير جدا. امام عاشور لو كان مركز النهارده كان زمانه بدع اكتر واكتر 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 كمان. ولكن النهارده برضو امام ما كانش فيه تركيز في انهاء الهجمات بعيدا على هدف، ولكن ما كانش فيه تركيز في اللمسه الاخيره. دخلنا الشوط الثاني واستكملنا برضو سلسله اهدار الفرص اللي كانت مقلقاني جدا. ولكن عشان يجي جراديشار ويسجل هدف، وانا بصراحه مش عارفه اقول لك ايه يا جراديشار، بصراحه انت كسفني قوي. يعني انا حتى كسلت لما انت تم الاعلان عنك ان انا اطلع اتكلم عليك، يعني حسيتك يعني صفقه ممكن تكون مش مبشره بالنسبه لي، ما اعرفوش يعني. فانت كسفني، انت 3 مباريات على التوالي 3 اهداف واسيستين، يعني 5 مساهمات في 3 مباريات. يعني انت كسفني حرفيا يا ابني. الانسجام قلت لك مليون مره مش معقوله انت لو معانا بقالك فتره طويله يا جراديشار ما كنتش توصل للمنطقه دي. ولكن انا قلتها الحلقه اللي فاتت وبقولها النهارده تاني، جراديشار لاعب عنده اساسيات الكره والبيزكس بتاعت المهاجم، اساسيات المهاجم، وده اللي النادي الاهلي محتاجه. انت معاك وطبعا بلمسات ابداعيه قويه جدا منه، ولكن
هو عارف يتحرك انت يتحرك ازاي، ومهاجم كما يقول الكتاب. فمش هتلاقيه في مره باذن الله شلك او اي حاجه او محسسك ان انت يعني متضايق منه، واتمنى ان هو يكمل على الاداء ده وما يندمنيش بعد كده. ولكن خلينا اتكلم على مصطفى العش اللي برده قدم مباراه كويسه جدا وظاهر باداء كويس جدا. مصطفى العش من 3 مباريات من ساعه ما ابتدى ينزل الملعب، لا بادي بدايه كويسه، بدايه مبشره بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا امام عاشور حصل على مان اوف ذا ماتش واداله الجايزه وقال له يصور بيها وخلاه، يعني هو اهداها له. امام عاشور طبعا عينه مليانه خلاص، امام ما شاء الله بقى بياخدها يعني زي خميس وجمعه بقى بياخد الجايزه دي، فاداها له اهداها وحركه تطلع من اللعيب ابتدى ينضج. يعني مش اي لعيب يعمل حركه زي دي، دايما بيعملوها اللعيبه الكبار، اللعيبه اللي خلاص شبعت. ولكن احنا مش عايزينك تشبع يا امام، احنا عارفين النادي الاهلي اداك كتير حاجات انت ما كنتش تتخيل ان انت ممكن تاخدها، ولكن عايزين ان انت تكمل في ان انت يبقى عندك دايما تعطش ان انت تحصل على المزيد من الجوائز ومزيد من البطولات مع النادي الاهلي، لان ده هيفيد النادي الاهلي بشكل كبير. واللي بقوله كل مره لامام عاشور، ما تخليش الاشادات بيك الكتير او ان انت عامل اداء كويس بزياده والناس بتتكلم عليك بزياده ان ده يرجعك لورا يخليك تتغر. خد ده دافع ودوس اكتر عشان تكمل على نفس الاداء ده، لان هو هيعود عليك انت بالنفع وكمان على النادي الاهلي. ولكن بقى يا جماعه نيجي يعني شيء احتار فيه العلماء، مش بس لكولر، يعني لاي مدرب قبل كده كان معاه كريم نيدفيد. يا جماعه حد يقول لي مش ميزه، حد يقول لي حاجه بيعملها في كره القدم ده بجد. انا ساعات بيبقى عندي احساس ان احنا لو لعبنا 10 افضل. مش بعيب في كريم نيدفيد، كامل الاحترام ليه ولشخصه، انا بتكلم ككوره. وانا على فكره مش بنتقده هو، انا انتقد كولر. هو لعيب، مدرب بيقول له نزل انزل فهينزل، فانا مش هعيب عليه، هو اللي منزله. ايه يا كولر؟ ليه بجد لعيب زي كريم نيدفيد يبقى ليه مكان يا جماعه جوه النادي الاهلي وجوه سكواد النادي الاهلي؟ شايفين ايه مختلف؟ في مختلف. انا عمري ما صدقت وعمري ما فهمت ايه السر في كريم نيدفيد، والله كامل الاحترام ليه بس مش طبيعي. في بعض اللاعبين كده بيبقى عليهم بصراحه علامات استفهام بالنسبه لي، منهم كريم نيدفيد، منهم خالد عبد الفتاح. اللعيبه انت تحس ان هم لا يصلحوا للنادي الاهلي، ممكن يروحوا اي حته زي كريم نيدفيد لما كان مع فيوتشر ومكسر الدنيا، يروحوا اي فرقه ثانيه هيتالقوا هيلمعوا. لكن هم لاعبين يتالقوا اكتر مع الفرق اللي في منتصف الجدول، ما بيبقاش عليها ضغط قوي. لان انا بشوف بصراحه ان كريم نيدفيد هي علامه استفهام بالنسبه لي كبيره جدا على كولر. وكولر في بعض اللاعبين هو بيحطهم في دماغه سواء بالايجاب او بالسلب حاجات بدات تضايقني، زي ما هو حط مثلا علي معلول في دماغه بالزياده لدرجه ان هو بجد ما كانش عايز يقيده نهائي. دي حاجه غريبه جدا بالنسبه لي. يجي كريم نيدفيد هو متمسك بيه بزياده، قفشه سايبه لغايه يعني فين؟ طب قفشه ده المفروض اصلا بدايه اول تبديل انت تبدله يكون قفشه. حاجات عليها علامات استفهام. ولكن في العموم المباراه كلها انا انبسطت منها، اداء كان حلو لعيني ككوره بالنسبه للنادي الاهلي، والتحديد في الشوط الاول لعبنا اداء كويس جدا. كولر ابتدى يفوق ولاعيبه النادي الاهلي ابتدت تفوق، الصفقات اللي ابتدت تنزل زي جراديشار ومصطفى العش، ناس بدات ان هي يعني خلاص تدخل وتنسجم كويس جدا مع الفرقه. طبعا كنت اتمنى ان انا اشوف احمد رضا من بدايه المباراه او ان هو يديله وقت كافي يقدر ان هو يظهر فيه امكانياته، لانه برده لعيب كويس جدا. محمد عبد الله عند كلامي قلت لكم الحلقه اللي فاتت ان هو لعيب لفت نظري جدا ولعيب كويس جدا، وده برده النهارده ظهر عليه ان هو لعيب كويس، وكنت اتمنى برده ان هو ياخد وقت اكتر. لا كولر النهارده على المستوى الفني كان كويس جدا، على مستوى بعض التبديلات بصراحه ما كانش مرضي بالنسبه لي. ولكن ان شاء الله ايا كان التبديلات ايه، ايا كان كولر عايز يعمل ايه، جمهور النادي الاهلي عايز الفوز، هو ده هو عايز ال3 نقط شكرا. فنتمنى على الكولر ان هو يستمر على الاداء ده، وان شاء الله ان شاء الله زي ما دعيت ان علي معلول يا رب يتأيد وربنا استجاب. اتمنى ان بكره بيراميدز تتعثر ويظل النادي الاهلي في صداره الدوري المصري، وان شاء الله برضه دعوتي دي تستجاب. وفي نهايه الحلقه اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ما تنسوش جميع اخواتنا في الوطن العربي من دعائكم. كانت معكم طه النجار، مع السلامه.